السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل محشي كده زي ما احنا شايفين، فاخر من الاخر. محشي بتنجان وفلفل وورق عنب وكوسه. طبعا احنا من الناس اللي بتحب البتنجان قوي. وانا هنا عامله البتنجان اللي هو الاسمر، مش عامله الابيض. على فكره البتنجان الاسمر اللي هو بيبقى لونه بنفسجي كده شويه، ده بيبقى طعمه خطير. بيبقى طعمه في المحشي احلى من الابيض كمان، وهتجربوه هتدعولي. هنعمل هنا الاول بقى، هنعمل هنخدع للمحشي. انتوا عارفين ان المحشي بيحب البصل يبقى كتير برضو وزيت. هنحط البصله كده لحد ما لونها يحمر معانا. بعد كده انا هنا عامله طبعا كميه كبيره زي ما انتوا شايفين، فانا عامله لها كيلو ونص من الرز. فانا عامله لها 2 شفشق صلصه. وحاطه فيه بابريكا. طبعا احنا عاملين الطماطم الايام دي صراحه مش حمراء، فبحط بابريكا. البابريكا بتحمر الطماطم، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو ولون كمان جميل. هنا بعد بقى الصلصه ما اتسبكت كده شويه، نص تسبيكه، هنزل بالتوابل. التوابل هنا عباره عن معلقه كبيره من الكمون، ومعلقه كبيره من الكزبره، معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه كبيره من التوابل. المحشي دي بتتباع كده جاهزه عند العطارين. وهنا دي برضو معلقه كبيره من النعناع. انا ما كانش عندي نعناع ناشف، فحطيت نعناع اخضر فرمته كده في الكبه زي ما احنا شايفين. بتدي طعم وريحه للمحشي، وفي نفس الوقت منها المحشي يعني من المسبكات وكده، فما يتعب لناش القولون ولا اي حاجه، يعني حتى مهما ناكل منه مش هنتعب. النعناع ده على فكره مهم جدا، انا بعمله في احطه في اي محشي، سواء كرنب سواء بتنجان فلفل اي حاجه. بعد كده بقى نزلنا بالرز. انا قلت لك انا عامله هنا كميه كبيره، يعني ما شاء الله انا عامله تقريبا 5 كيلو. كوسه بقى على فلفل على بتنجان، فانا عامله لهم هنا كيلو ونص من الرز. طبعا انا كنت غسلاه زي ما احنا شايفين كده ومصفياه، وحاطه والخضره حاطه 2 شبت و2 بقدونس و2 كزبره. انتوا لو عاملين بقى كميه اقل بتقللوا في كميه الرز. يعني مثلا لو حد عامل مثلا كيلو مشكل فلفل على كوسه على بتنجان، هيحط بس نص كيلو رز كفايه، هيقضيه كمان يعني كويس قوي. كيلو نص كيلو رز، وتحط بس هي حزمه شبت وحزمه بقدونس، تحط كزبره بس. هنا انا عامله الحله دي وهو واقف كده. انا عيله ما بيحبوش كده، اما بكون عاملاه وهو واقف، وبسقيه بالشوربه زي ما احنا شايفين بعد ما بتغلي، وبغطي عليه، وبعد ما بيتشرب بوطي عليه. والحله التانية انا عاملاها لهم هنا نايم، مش عاملاه زي ما انا عاملاه النوبه اللي فاتت، وبسقيه برضو زي الحله الاولانيه. وبعد ما بيتشرب بنوطي عليه لحد ما بيستوي. هو المحشي ما بياخدش وقت، بيعمل زي الرز وبيستوي بسرعه. احنا عملناه كتير في القناه، فعلشان كده انا ما طولش عليكم الفيديو دوت، يعني عملته ايه بسرعه. وادي الشكل في الاخر، مفيش رزايه من بره. مهم قوي دي وانا باكد عليها، ان احنا ما نسيبش رز من بره عشان يبقى شكله حلو ويفتح النفس كمان. وكمان يعني انا في جميع انواع المحشي كرنب باي حاجه بعملها لازم انضف الصباع من بره قبل ما بحطه في الحل. عشان انا بتضايق قوي لما بلاقي حد كده يروح حاطط المحشي ويبقى كله رز كله رز، بصراحه شكله ما بيبقاش حلو. فكده لما بتكون انت منضفه الرز قبل ما تحطيه في الحله وقبل ما بتسويه، بيفرق جدا في الشكل. بشكله حلو وفي نفس الوقت يفتح النفس. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. مع الف سلامه.